حقيقة مغادرة الجزائر للكيف والانضمام للاتحاد الآسيوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. رد سعيد فيلاك مسؤول الإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفيف على الأخبار التي تتحدث عن تخطيط الجزائر للانسحاب من الاتحاد الأفريقي الكيف والانضمام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدلا من ذلك. وراجت خلال الساعات الأخيرة تقارير وأخبار تفيد بأن الاتحاد الجزائري يفكر في الخروج عن عباءة الكاف والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي، ما يتبع ذلك من انضمام منتخب الخضر والأندية الجزائرية للمشاركة في منافسات الهيئة الكروية الآسيوية. وجاءت هذه التقارير بعد أيام قليلة من اندلاع أزمة القمصان في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي. واعتبر لجنة المسابقات في الكاف الفريق الجزائري منهزما بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا على الملعب بسبب عدم إقامة اللقاءين. وأكد سعيد فيلاك مسؤول الإعلام في الفيف أن الأخبار التي تتحدث عن تفكير الجزائر في الانسحاب من الكاف لا أساس لها من الصحة. وقال في تصريحه لموقع وين الخبر لا أساس له من الصحة والعقل لا يستوعب مثل هذه الأخبار. وأضاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم يستغرب بتداول مثل هذه الشائعات التي لا نعلم ما الغرض من نشرها، والفيف لم يفكر نهائيا في الانسحاب من الكيف. شاركوني رايكم في الكومنتات والسلام عليكم.